يمكنكم التواصل أو زيارة دور المرأة والهلال الأحمر الكردي في المدن والبلدات التالية: دار المرأة، قامشلو، الحي الغربي، خلف جامع قاسمو، مقابل مدرسة الزهراء. هاتف 426 184. دار المرأة الحسكة، تل حجر، فوق حلويات العمر، مقابل مدرسة عدنان مالكي، شارع الكراج. هاتف 371 115. دار المرأة جركي لقي، شارع البلدية، مقابل الدكتور خليل للأسنان، بجانب مؤسسة نقابة الفلاحين. الهلال الأحمر الكردي، مستوصف قامشلو، جانب مشفى بنك الدم. موبايل 098 164 5879. مستوصف جركي لقي. موبايل 093 59 85 121. مساء الخير مستمعينا ومتابعي إذاعة بوير اف ام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الخاص بالمرأة برعاية الهلال الأحمر الكردي ودار المرأة في قامشلو. الصحة النفسية شأنها كشأن باقي أجهزة الجسم، حيث من الممكن أن تتعب وتمرض وتحتاج للعلاج. لا داعي للخجل من الحديث عن الصحة النفسية، فمن المهم الوقاية من الأمراض النفسية وعلاجها حين حدوثها. في 10 من تشرين الأول أكتوبر من كل عام تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للصحة النفسية، وتتخذ هذه المناسبة فرصة لزيادة الوعي حول قضايا الصحة النفسية، وتتخذ هذه المناسبة فرصة أيضا لزيادة الوعي لجميع أنحاء العالم وحل كافة المشكلات التي تعترض السلامة النفسية لجميع سكان العالم. وأطلقت هذه السنة حملتها تحت الشعار استثمار أكثر، وصول أوفر. ما هي الصحة النفسية؟ أهمية الصحة النفسية، النصائح والإرشادات للحفاظ على الصحة النفسية. سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفي عبر الهاتف: جاندا الخليفة، استشارية نفسية في منظمة الهلال الأحمر الكردي، وفي الاستوديو خالد الحاج، أخصائي نفسي في مستوصف تل براك. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في إذاعة بوير. أهلا وسهلا فيكي يا أهلا أنسة. نبدأ من عندك أنسة جاندا، لو تعرفي لنا وللمستمعين ما هي الصحة النفسية؟ اللي عم يسمعوا إذاعة بوير. الصحة النفسية، بدنا نقول إنه هي حالة من الكمال، كمال الجسدي والنفسي والرفاه الاجتماعي. كيف يعني؟ بمعنى أوضح إنه وقت الشخص بيكون راضي عن نفسه، متقبل نفسه للآخرين، بيشعر نعم. السعادة مع نفسه، مع البيئة، مع المجتمع اللي بيعيش فيها، بيصير في توافق من النواحي الاجتماعية والشخصية والانفعالية. هون الشخص قادر إنه يحقق ذاته، مقبل على الحياة، بيشارك فيها، قادر على التحكم بعواطفه، طبعا بانفعالاته، قادر بيواجه أزمات الحياة. هون هذا الشخص نحن بنقول عليه شخص متمتع بالصحة النفسية. طبعا بدنا نذكر إنه كتير في علاقة قوية بين الصحة النفسية والصحة الجسدية، وأكيد اثنيناتهم بيأثروا بعض. يعني إذا في قلق، في ضغط، في توتر، في اكتئاب، هذا الشخص بيصير في له أعراض جسدية، بيصير في صداع قلق، صداع عفوا تسرع بالقلب أو آلام معدية. والعكس صح، إذا في أمراض جسدية مزمنة، أمراض قلب، سرطان أو أي شيء تاني، هذا كمان بيسبب أو بيصير في أعراض نفسية. فنحن بنقول هون إنه العلاقة متكاملة بيناتهم. نعم، هاي بالنسبة لمعنى الصحة النفسية. منظمة الصحة العالمية أطلقت شعارها تحت اسم استثمار أكثر، وصول أوفر. الهدف من هذه الحملة؟ هلا الهدف الاساسي ان نحن بدنا نقول انه هو زياده الاستثمار في الصحه النفسيه،
نعم. كيف يعني؟ هلا جائحة كوفيد 19 مرض مثل ما لاحظتي سنة غير كثير من نمط حياتنا اليومية، وصار كثير تحديات حتى بالنسبة للعاملين بمجال الرعاية الصحية نفسه، التخوف من الإصابة نتيجة بدنا نقول احتكاكهم المباشر بالمرض. كثير من المدارس تسكرت، شفتي سلام، طلاب اضطروا انه ياخذوا دروس بالبيت، تواصل بين الأصدقاء قل، كثير حتى من الطلاب حتى من أشخاص آخرين صار عندهم تخوف على مستقبلهم. قسم كثير من الاشخاص صار عندهم يعني ضلوا بلا شغل، بطاله، صار شفتي يعني ظروف حظر، نعم. كثير مشاكل زادت، مثلا بدنا نقول عنف بالاسر، صار نتيجه مثلا وفاه شخص عزيز، طبعا وفاه زياده بالاسر نتيجه هاي الجائحه. فاجى هذا الهدف هون انه يزيدوا الاستثمار بالصحه النفسيه، انه بدهم يسلطوا الضوء اكثر على الاجراءات نحن ممكن نتخذها بكل المستويات لنحن نقدر نوصل لصحه نفسيه تكون جيدة على كل المستويات، الفردي والاجتماعي والإجراءات الشخصية كلها اللي بتدعم الصحة النفسية الفرد، إنه يكون يعني قادر يتجاوز كل هالأمور بمجتمعه، ببيئته، بأسرته، بين أصدقائه، بكل المجالات. نعم. أستاذ خالد، شو هي أهمية الصحة النفسية وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها سوريا عامة ومناطقنا بشكل خاص؟ نعم، أول شيء كل عام وأنتم بخير وبصحة وبسعادة وبهنا وبسرور. وأنت بخير. الله يسلمك. طبعا مثل ما قالت زميلتنا جاندة، الصحة النفسية شيء إيجابي. يعني هلا إذا مثلا سألت أي شخص إيش معنات الصحة النفسية، يذهب فكره إلى شيء بعيد. يعني أحيانا يسكت، يضحك، أحيانا يقول جنون، ولكن الصحة النفسية شيء إيجابي. الصحة النفسية يعني قدرة الشخص على القيام بالعمل والتواصل مع الآخرين وإنجاز العمل. أهمية الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، وهناك ترابط قوي جدا، وأحيانا نفضل الصحة النفسية على الصحة الجسدية، لأن الصحة الجسدية يعني أعراض ظاهرة. الصحة النفسية أحيانا نفضلها، وحتى كثير من الأمراض يقولون فوق 85% من الأمراض الجسدية سببها نفسي. نعم. إيه. وفي الفترة الأخيرة ظهرت مدرسة اسمها السبب نتيجة. السبب نتيجة، سبب معين أدى إلى نتيجة معينة. نعم. سبب نفسي أدى إلى مرض معين. إيه. خلال الظروف اللي نعيشها إحنا لابد من التوعية في مجال الصحة النفسية، وخاصة مثل ما قالت زميلتنا جاندل موضوع الكورونا. يعني الحكومات اتجهت باتجاه الدعم الجسدي والمشافي، يعني مشكورة، ولكن كان في نقص في مجال الدعم النفسي. تمام؟ نعم. والدعم الاجتماعي. وإضافة إلى ذلك يعني وجود الخوف سيطر على الناس وأدى إلى الموت. يعني حتى جائحة كورونا جائحة قوية جدا، ولكن سبب الموت الكبير هو الخوف. نعم. ذكرت أستاذ خالد أنه الصحة النفسية أهم من الصحة الجسدية. نعم. شو هي الضغوط اليومية التي ممكن أن تؤثر على الناس، على أفراد المجتمع جميعا؟ تمام. طبعا مو أهم، ولكن أحيانا تصير أهم، ولكن نعم. الصحة النفسية تقابل الصحة الجسدية متكاملة. هناك ضغوط يومية تتعرض لها الناس بشكل عام. في ضغوط قوية، في ضغوط ضعيفة، وفي أمور تزيد حدة الضغوط أو تنقصها. الضغوط اليومية يعني ضغوط العمل، والمقابل عدم وجود عمل، ضغوط أسرية، مشاكل اجتماعية، أحيانا ضغوط التعامل مع شخصيات مختلفة، آراء مختلفة، أفكار، اتجاهات كثيرة. يعني في شيء يزيد قوة هذه الضغوط وتأثيرها، هو عدم الترتيب، التأخر. في شيء عندنا أساسي بالصحة النفسية اسمه الثلاثية. هاي الثلاثية النوم والأكل والحركة. نعم. متى ما كانت متناسقة وجيدة، الضغوط إيش ما تكون شدتها تضعف. نعم. إذا كانت متساوية بين الثلاثة، النوم والحركة. النوم والأكل والحركة إذا كانت جيدة ومناسبة تخفض الضغوط. نعم. آسيا جاندا، شو هي أبرز عوامل تدهور الصحة النفسية؟
سلام. الضغوطات اللي عم نعيشها بالحياة، ومثل ما بتعرفي كتير يعني كل شيء حوالينا يعني بيعمل ضغط وبيعمل كتير عوامل صارت. نحن ممكن نذكر منها الأمراض طبعا اللي انتشرت، وأكيد منها هلا مرض كوفيد 19. هذا المرض أثر بكتير جوانب، أثر بكتير نواحي، أدى ممكن تدني وانخفاض الدخل، الحروب والتهجير وحمل أو موجات النزوح اللي عم نشوفها سلام بتأثر، إدمان ممكن بعض أفراد الأسرة، بدنا نقول مثلا على الكحول أو على المخدرات. هذا الشيء بيأثر على الصحة النفسية أكيد. فقدان أشخاص كثير، ما فقدان الأمن والأمان، يعني هذا شعورهم بهذا الشيء بيأثر أكيد على صحتهم النفسية. سلام. يعني أكيد ظروف الفقر والحياة الصعبة والغلاء المعيشة، يعني مثل ما عم نشوف كلها هاي بتأثر أكيد. والنقطة كتير مهمة، الجو الأسري والخلافات الزوجية، وممكن يكون في عنف أو في شيء بيناتهم، بيأثر كثير على كل أفراد الأسرة، على كل موجودين من الأب والأم والزوجة، وحتى أشخاص نعم. ثانيين عايشين سواء كبار بالعمر أو أشخاص ثانيين معهم قرابة. يعني بدنا نقول أساليب التنشئة الأسرية كثير مهمة، سواء كيف ما كانت بأي أساليب عنيفة أو غيرها، بتأثر على الطفل، بتأثر عليه بشكل لفظي أو جسدي. طريقة تربيتنا للطفل أو إهمالنا للطفل أو هاي الأمور كلها بتأثر على صحته نعم، النفسية. جميعها الأنماط عوامل الصحية- تدهور الصحة النفسية. الأنماط الصحية الغير سليمة نحن اللي بنتبعها هلا، ذكرها زميلي معكم، إنه الغذاء الغير متوازن، النوم الغير كافي، السهر الكتير، يعني أبدا ما في ممارسة رياضة أو ما في أي نوع من هاي الأنواع، هاي كلها بتأثر أكيد بتدهور الصحة النفسية. نعم، ذكر قبل قليل أستاذ خالد بعض الضغوط اليومية. جاندا، برأيك إلى أي درجة تؤثر المشاكل والضغوطات على الصحة النفسية؟ هلا سلام. بطبيعة الحال المشاكل بتأثر على صحتنا النفسية. المشاكل كيف ما كانت، مشاكل اقتصادية بالعمل بالبطالة، الوجود الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بدنا نقول ظاهرة الطلاق والانفصال، التعرض للعنف، خلافات أسرية، الضغوطات، ذكرنا الحروب والصراعات، المرض اللي عم نعيشه. كل هاي المشاكل بتأثر على صحتنا النفسية، وبتظهر على شكل، قلنا نحن أعراض، بتظهر على شكل أعراض نفسية جسدية، لأنه حكينا كمان هنا العلاقة، إنه علاقة بيناتهم متكاملة. نعم. فمثلا يعني اللي بيعاني بصعوبة بتركيز، وعندهم صداع، عندهم ضيق تنفس، عندهم ألم في المعدة، هاي كلها نحن بتعمل لنا بتوترات، بتعمل لنا مشاكل بالحياة. فهون بيستجيب عقلنا وجسدنا لهالشيء، لهالأمور هاي بطرق مختلفة وبردود فعل بتكون نحن بنقول طبيعية يعني. نعم. بس وقت هاي الأعراض النفسية بتزيد وبتكون شديدة ومستمرة لفترة طويلة، هون نحن بنقول إنه بتأثر على أدائنا الوظيفي أو على أي ناحية من نواحي تانية. الشخص ما عاد اهتم بأولاده، بعائلته، بأي أمور تانية، ما عاد قام بواجباته، ما عاد دار باله على الشغل أو أي أمر تاني. هون نحن بنقول إنه يعني صارت كتير تأثر هاي المشاكل والضغوطات على صحتنا النفسية. نعم. أستاذ خالد، جاندا ذكرت عوامل تدهور الصحة النفسية. شو هي مظاهر الصحة النفسية السليمة؟ تمام. مظاهر الصحة النفسية السليمة، متى نقول عن فرد أنه يتمتع بصحة نفسية سليمة؟ هناك عدة مظاهر، ولكن في مظاهر أساسية 5. هي التوافق الذاتي. بدايتها التوافق الذاتي والاستقرار الذاتي والمعرفة الذاتية والخبرات يعني للشخص، يعني رضيان عن حاله. التوافق الذاتي هو أن يكون يعني متوافق عن ذاته ورضيان بحاله ولديه خبرات تؤهله أنه للتوافق الذاتي هذا. طبعا التوافق الذاتي يكون دون مبالغة أو تحقير، يعني أحيانا يوصل الشخص لمبالغة قوية جدا، تمام، أو تحقير للذات. التوافق الذاتي غير المبالغة أو التحقير. في عندنا التوافق الاجتماعي، يعني قدرته على التكيف مع المجتمع وإقامة علاقات مع الأسرة والمدرسة والعمل. نعم. هاي الشغلة الثانية. الشغلة الثالثة الاتزان بالانفعالات والنضج. يعني يتميز الأشخاص يعني المتعافون بالصحة النفسية بالاتزان الانفعالي والنضج في الاستجابة. يعني أي موقف يصير يعني يواجههم يقدرون يسيطرون عليه وتكون ردة فعلهم متوازنة. الشيء الرابع شيء مهم هو النجاح في العمل. يعني المتعافون صحيا ونفسيا
ناجحون دائما بالعمل المهني، ودائما يسعون للارتقاء. وبنفس بالمقابل إذا كان في هناك فشل يقومون من جديد. الشيء يعني عندهم محاولة دائما وارتقاء دائم وخطط دائمة. في عندنا الشيء الخامس هو الإقبال على الحياة وحسن الخلق. الإقبال على الحياة دائما متفاعلين، متكيفين مع الحياة، عنده تجارب، يستفيد من تجارب الآخرين، دائما مطلع للأمام، أي شيء، أي خبرة في أي مجال يدخل فيه. وبالإضافة إلى ذلك يتكلم الموضوع بحسن الخلق والصفات الحميدة. نعم. أستاذ خالد، هل لك أن توضح لنا العلاقة بين الضغوط النفسية والأمراض النفسية التي يصاب بها غالبية أفراد المجتمع؟ تمام. عندنا بالصحة النفسية العلاقة بين الضغوط النفسية والأمراض النفسية تتكلل كمستويات أو طوابق. في الطابق العلوي هي الضغوط، الأدنى منه هي المقاومة، والأدنى هو الدعم الاجتماعي. فكلما كانت الضغوط قوية وكانت المقاومة ضعيفة والدعم الاجتماعي ضعيف، يؤدي ذلك إلى الانكسار وظهور الأمراض النفسية. نعم. وبالمقابل كل ما كانت الضغوط سواء قوية ولا ضعيفة والمقاومة قوية والدعم الاجتماعي قوي، يستطيع الإنسان التغلب على هذا الظرف. طبعا المقاومة هون نمنحها اسم المرونة. المرونة هي قدرة الشخص على التكيف مع الواقع وترجمته إلى شيء إيجابي والاستفادة منه. طبعا هذا كله يجي عن طريق التجارب الشخصية، عن طريق الخبرات، عن طريق التعلم، عن طريق الثقافة. نعم. ويعني يشبهون المرونة مثل المسطرة البلاستيك، نطويها فتطوى معنا. نعم. وكذلك الفرق بين الشخص اللي ما عنده مرونة والشخص اللي عنده مرونة مثل قالب الثلج والماء. قالب الثلج لا يصلح إلا للقالب الذي يوضع فيه، يعني قالب مربع لا يعني ما نقدر نحطه في شيء مثلث. والذي عنده مرونة مثل الماء يتكيف حيث مع جميع القوالب. نعم. أنسي جاندا، قبل ما أروح لعند أنسي جاندا، بس شو هي الأمراض النفسية أستاذ خالد؟ هلا الأمراض اللي عم يصيب بها أفراد المجتمع. تمام. الأمراض النفسية متخصصة هاي. نعم. طبعا الأمراض النفسية غير الصحة النفسية مثل ما قلنا. نعم. الصحة النفسية شيء إيجابي. تمام. الأمراض النفسية أمراض متخصصة بحد ذاتها. في عندنا الاكتئاب، في عندنا الفصام، في عندنا اضطراب الثنائي القطب، في عندنا اضطراب ما بعد الصدمة، في عندنا الصرع، وهكذا. يعني ممكن يؤدي الصحة النفسية السيئة إلى مرض نفسي. تماما. غياب هي الصحة النفسية ترتكز على شيء اسمه قواعد الكرسي، هي القواعد الأربعة. نعم. قدرة الإنسان على العمل، قدرته على العلاقات مع الآخرين، على الإنتاج، وقدرته على ردود الأفعال. هاي الأربع جوانب اسمها قاعدة الكرسي. فأي خلل في هذه القاعدة يسبب مرض معين أو اختلال. أنسي جاندا، أهمية الصحة النفسية في ظل جائحة كورونا كوفيد-19، وذكرتي قبل شوي عن جائحة كورونا. تمام. سلام. مثل ما قلنا الصحة النفسية لها دور كتير كبير بهالجائحة، وكتير برز دور الدعم اللي عم تعمله كل المؤسسات أو كل الكوادر، نحن نقول المدربة أو أي أشخاص متخصصين بهذا المجال. ليش؟ لأنه برزت كتير آثار سلبية بالصحة النفسية عند الناس. ظهرت مثل ما ذكرنا مخاوف وقلق واكتئاب، ظهر حزن، يعني ظهر كتير عند شريحة من الناس خصوصي، يعني صار في وفيات، صار في نحن بنقول وفيات بهذا المرض. فالاهتمام بالصحة النفسية هون يعني أكيد بغاية الأهمية. بدنا نقول هلأ لسوء الحظ الشيء اللي عم بيصير، طبعا وسائل التواصل لها دور كتير إضافي وكتير كبير بنشر هاي المخاوف بين الناس. مشان هيك يعني نحن بدنا نقول ابتعاد عن هاي الشائعات والأخبار، والحصول على الدعم الكافي بدنا نقول من الأسرة، من الأصدقاء الموثوقين، الأشخاص أنت بتثقي فيهم، أشخاص تحسين يعني داعمين إليك، تتواصلوا مع بعض كتير منيح. فهذا الشيء كتير ضروري. وحتى نحن عنا شيء هلا ذكروا كمان زميلي قبل شوي، بنسميه الثالوث الصحي.
يعني النوم الكافي والغذاء الكافي والرياضة الكافية نوعا ما بتحقق شيء من الصحة النفسية. كمان بدي أذكر نقطة، سلام العامل الخوف، نحن بنقول عليه العامل، يعني كتير بيلعب دور بكتير حالات. مثلا نعم. الخوف بزيد أكثر، فوقت نحن بيكون في دعم كافي، في نوع من الاطمئنان، في طاقة نحن بنقول إيجابية، أشخاص إيجابيين حواليك، عم تتواصلي، عم تاخدي معلومات صح، بنعرف طرق حماية، طرق كل هاي الأمور بتزيد شوي عندك هاي الطاقة الإيجابية اللي بتخليكي لا تكون المقاومة منيحة. فهي كلها بتأثر على الصحة النفسية وبتقوينا نحن أكثر. سواء نحن هذا دور كان علينا أو يعني غيرنا. هلا أنا بشوف بهالوقت إنه كل شخص منا بده يكون دعم، كل شخص منا بده يحاول يقوي حاله ويقوي اللي حواليه، لأنه كلنا هلا بهالوقت الراهن بهالأزمة ووقت صعب، يعني ما بنخفيكم، يعني بنمر فيه، يعني بدنا نكون قوايا وبدنا نكون أكفاء لنقدر نكفي. فأي شخص منا بده يكون يحط حاله بهذا الدور نفسه ليقدر حتى يساعد حاله أو يساعد اللي حواليه. نعم، الدعم المعنوي مهم جدا في ظل انتشار جائحة كورونا. جاندا، شو هي التحديات والعوائق التي تمنع الناس من الحصول على الرعاية الصحية النفسية؟ سلام. مثل ما بتعرفوا الكل، الوصمة العار اللي صارت، شخص مصاب أو شخص يعني اللي بيشتغلوا، نحن بنقول حتى بالمجال، يعني كثير صارت مثلا ظاهرة، صار في مثلا إنه نحن بنقولها وصمة عار، أو صارت مضايقات إنه هذا شخص مصاب، هذا الشخص. كثير هاي الحوادث تكررت، أو هاي نظرة المجتمع السلبية عملت كثير عائق وتحدي كبير. صار تنمر على مصابي كورونا. نعم، عفوا، كيف؟ صار تنمر على مصابي كورونا. أيوة تماما. يعني ممكن شخص بيشتغل مجال بيقدم رعاية وخدمات، موجود بمكان، ممكن أهل البناية كلها أو أهل نقول مثلا المنطقة اللي حوالي مثلا ما عاد يتعاملوا معه أو يتجنبوا مثلا حتى يتواصلوا، أو يصير في إنه هيك، يعني صار في هاي النظرة سلبية كتير. ما تقبل المجتمع، عدم تقبل المجتمع نحن نقول لخدمة الصحة النفسية. عمل تحدي أو عائق عدم معرفة كثير من الأشخاص بتوفر الخدمات الموجودة، حتى ممكن عدم ثقته النفسه هي الخدمات الموجودة أو المتوفرة. ممكن نقول عدم وجود مكان يوفر الخصوصية. ممكن مقدمي الخدمات نفسهم ممكن في شوي خبرة تنقصهم، في منهم شوي قلة خبرات. يعني هون من الضروري سلام بدنا نركز إنه لازم يكون في، يعني ضروري القيام بحملات توعية بنوضح فيها الخدمات النفسية الموجودة. ممكن يصير في توزيع بروشورات، النشرات المتعلقة بهاي المواضيع، الصحة النفسية، كلها هاي الأمور، القيام بمبادرات وأنشطة بنذكرها مثل هذا اليوم، نحن هلا بيوم العالمي للصحة النفسية. هاي أمور كثير منيحة، يعني إذا بس تنذكر ويصير في توعية ممكن كتير تخفف من التحديات والعوائق اللي بتمنع إنه ممكن الناس يصلوا أو يحصلوا على الرعاية الصحية المناسبة. نعم، رح ناخذ فاصل صغير ونرجع. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مستمعينا ومتابعي إذاعة بوير FM في حلقة جديدة من برنامجنا الخاص حول اليوم العالمي للصحة النفسية. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. أستاذ خالد، شو هي خطوات الاعتناء بالنفس والحفاظ على الصحة النفسية؟ تمام. بس في شيء يعني حكته زميلتنا جاندا الله يعطيها العافية، ولكن في شيء جديد. احنا طبعا صارنا انا اخصائي نفسي في مستوصف تل برك. نعم. القسم صار له تقريبا شي سنة. في عندنا مثقفين صحيين، وفي عندنا مدير حالة، وفي انا الاخصائي النفسي. في البداية عانينا من موضوع يعني وصول او ايصال فكرة الصحة النفسية الى الناس، ولكن بفضل الله وبجهود الشباب الناس صارت تقبل على هذا الموضوع، وصار الموضوع شبه طبيعي. نعم. فصار إقبال جيد لله الفضل،
وصارت يعني صار عند الناس متداول مصطلح الصحة النفسية. حتى في المنطقة أي شخص هلا تسألينه إيش معنى الصحة النفسية أعرف لك إياها كامل. نعم. بالنسبة لخطوات الاعتناء بالنفس بالنسبة للصحة النفسية، طبعا العناية بالنفس ليست شغلة أنانية، ولا هي مثل ما يقولوا بانيو بصابون. في لها خطوات، ولكن طبعا هذه الخطوات تبدأ من الشخص وباتجاه الأفراد، ولكن أنا ما أقدر أعتني بالأفراد إلا أكون أعتني بنفسي. ومثل ما يقول المثل املأ كأسك بالأول وفاقد الشيء لا يعطيه. نعم. الاعتناء أو الخطوات الاعتناء هي الطبيعة. الطبيعة نقدر نستفيد منها من ناحية المشي، من ناحية التنفس، من ناحية نقدر نحط ورد بالبيت، كثير نستفيد من الطبيعة. في شيء ثاني وهو يعني شيء غائب عن ثقافتنا احنا، هي ثقافة لا. هاي ثقافة لا كثير، خاصة مناطقنا، يعني مناطقنا مناطق شرقية وعادات وتقاليد يعني وأعراف، فثقافة لا غير موجودة. هاي تسبب إحراج كثير، حتى تسبب يعني عدم العناية بالنفس. يعني أحيانا أنا عندي يومي 24 ساعة وحضرتك 24 ساعة، يجي شخص يفكر عندك اليوم 30 ساعة فبده يستغل وقتك. فثقافة لا هي من العناية بالنفس. نعم. في عندنا ممارسة الهوايات، في عندنا شيء اسمه الماء العقل. الماء العقل من خلال الثقافة والتعليم. في شيء اسمه إراحة العقل. إراحة العقل ممارسات كثيرة، عن طريق الاسترخاء، عن طريق التأمل، عن طريق أي شيء يريح العقل. في شيء أساسي كمان، نضع أهداف لحياتنا، سواء أهداف قريبة أو بعيدة. في حكمة تقول إذا لم يكن لك مخطط سوف تصبح في مخطط الآخرين. نعم. حكمة قديمة جدا. الشيء الأخير هو الاعتناء بالجسم، مثل ما قالت رفيقتنا جاندا وذكرنا. في شيء اسمه ثلاثية: أكل مناسب، نوم مناسب، والحركة. نعم. هاي بالنسبة لخطوات الاعتناء بالنفس. نعم. ما هي طرق تعزيز الصحة النفسية لجميع الفئات العمرية؟ تمام. طرق تعزيز الصحة النفسية لجميع الفئات العمرية، طبعا لكل فئة شيء خاص فيها. ففئة الطفولة، فئة الشباب، فئة اليافعين، فئة النساء والرجال. لكل فئة مثل ما قلت لك في شيء محدد. يعني الأطفال مثلا بدهم دعم، بدهم إرشاد، لازم يكون في مرشد نفسي في كل مدرسة. لازم الأشخاص أو الأسر يتعلمون إيش معنات الدعم النفسي، وكذلك بالنسبة للنساء والشباب. ولكن في شيء عام، في يعني خطوات عامة. وقبل الخطوات في شيء عندنا بالصحة النفسية اسمه هرم الصحة النفسية. نعم. هرم الصحة النفسية عبارة عن طبقات. الطبقة الضيقة في رأس الهرم هي خدمات الطبية النفسية، يعني طبقة ضيقة. الطبقة الأوسع هي خدمات الدعم الاجتماعي. متى ما كان الدعم الاجتماعي قوي ما راح نوصل لدرجة الخدمات الطبية. نعم. تعزيز الصحة النفسية يكون بالتواصل، يعني التواصل والعلاقات الاجتماعية. نعم. الشيء الثاني النشاط البدني، والنشاط البدني ما يقتصر على صالات الرياضية بالبيت، الحركة، المشي. تماما. الشيء التعلم طبعا له فوائد كثيرة. من فوائده انه يعزز الثقة بالنفس ويمنح الشعور بالإنجاز. نعم. في شيء أحيانا يستصغر الإنسان ولكن له تأثير نفسي قوي جدا، وهو العطاء. متى ما أعطيتي أنت، هذا الشيء يعزز الثقة والصحة النفسية عندك، ولو كان بابتسامة، بيرتاح نفسيا. نعم. هاي بالنسبة لطرق تعزيز الصحة النفسية. جاندا، كيفية تأمين الوقاية من الاضطرابات النفسية؟
تمام سلام. قبل ما أحكيهم بدي أعمل مداخلة صغيرة بس للأستاذ خالد. هلا تفضل. نحن حكينا تحديات وعوائق صح. كمان أستاذ خالد نحن بالبداية يعني على مدى نحن بدنا نقول هلا كم سنة عم نشتغل بالنقطة عنا هون. كتير كان في صعوبات وكتير ونحن تجاوزنا كتير من هاي الأمور، إنه كل سنة عن سنة عم يصير في إنه الحمد لله أمور ممكن عم تصير أفضل مثل ما ما شاء الله. ذكرت. طرق التثقيف الصحي تمام، الدورات التدريبية، الخبرات اللي عم يعطونا إياها. نعم. بالبداية لقينا كتير صعوبة صح. هلا مثل ما قلت إنه عم نلاقي الحمد لله نتيجة كويسة. في كتير حالات وفي كتير أزمات، في كتير ناس على تواصل معك، كتير أمور الحمد لله إنه وقت تروح تعرف إنه ناس سألت عليك، ناس بدها إياك، عم تتابع أنت حالات، فهي أمور كتير إيجابية وكتير كويسة صح. بس بيضل في أشخاص، بيضل في عم بقول لك إنه في شغلات هيك إنه في اشخاص لسه بدهم بظل هذا الوضع، وشايف نحن يعني بمشكله بازمه لسه في اشخاص عندهم قناعه انه هالمرض وهل يعني يعني انا بقول من خضم الشغل، يعني انا بشوف انه حالات انه لسه ما عندهم هالقناعه، او يعني في اشخاص لسه بتحس مثل ما حكيت موضوع المرونه عندهم وهالتقبل لسه في بده شغل. صحيح. بس هاي نعم. النقطه بدي اذكرها. تمام شكرا. هلا كيفيه تأمين الوقايه. سلام سألتي كل شخص كيفية منا، هلا تأمين كل شخص الوقاية منا من سلام الاضطرابات النفسية؟ نعم. الاضطرابات النفسية. كل شخص منا عنده آليات دفاعية بيلجأ لها سلام، لا بيتكيف أو بيعملها لحاله حسب أزمته، حسب مشكلته، حسب هو الظرف اللي بيمر فيه. الإنسان بيشغل هاي الآلية اللي بنقول آلية دفاعية. ممكن ذكرنا كتير هاي الحلقة وحتى الحلقات اللي قبل. ممكن الرياضة، النظام الغذائي. بدنا نركز مشاركة الشخص بالأنشطة، أنشطة سواء دينية روحية أنشطة تانية. مثل ما ذكر الأستاذ خالد تمارين الاسترخاء كتير كتير كويسة، وخاصة إذا طبعا هي على كتير إلى يعني نقول أنواع التنفس العميق نحن اللي بنستخدمه كتير بيعطي آثار حلوة. طبعا قضاء الوقت بنقول مع الأصدقاء والداعمين بطرق مناسبة، يعني هلا بظل إنه ممكن تجمعات أو هي، لا أنا بلاقي صيغة مناسبة ممكن عن طريق التواصل وسائل الاتصال بتوفر كثير من هي الخصوصية، أو تعطينا كثير من هذا الجانب، إنه أنا ممكن أكون مع أشخاص مناسبين داعمين، ممكن أكون مع أفراد الأسرة بيكونوا إيجابيين. طبعا أشخاص يعطوني شيء إيجابي، ما يعطوني أنا شيء سلبي. أو دائما في أشخاص هيك سبحان الله هيك ما بعرف تحكي معهم أو بتكون متواجد معهم إحباط إحباط إحباط. فنحن نحاول قدر عندهم طاقة الإمكان لا سلبية. الأشخاص الأشخاص تماما الموجودين لا نحن نقدر هن يعطونا شيء نحن نعطيهم شيء ايجابي، لانه بهذا الوقت نحن كلياتنا لازم نكون، يعني نحن كلياتنا بنحتاج بعض بصراحه، وكلياتنا لازم نكون جنب بعض. يعني شخص عنده نعم. مخاوف، عنده تخوف من امور معينه، يشاركها مع حدا تاني، مع شخص بيثق فيه. اكيد اذا عمل هذا الشيء اكيد بده يرتاح اكثر. الروتين في نوعا ما المحافظه على الروتين اليومي، اعمال المنزل، او اذا هلا مثلا دوام مدارس عمل او هاي كثير كمان بيعمل شيء من التوازن او شيء حلو، يعني بيعطي راحه للنفس. كمان بدي أذكر نقطة، يعني الكحول والتدخين لو كمان نحن نتجنبهم، أو الأشخاص اللي عم يدخنوا يعني لو يخففوا كمان كتير بيكون. يعني أنا بعاني عندي أشخاص أنا مقربين اللي كتير بتمنى إنه يخففوا يعني أو هاي، بس نوعا ما ممكن تلاقي صعب، بس كله بالتدريب وبالبرامج وبالشغل، يعني إن شاء الله مع الوقت بصير. نعم. الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات النزوح، ما الذي ينبغي أن يفعله العاملون في مجال العون الصحي الإنساني؟ نقاط كثير مهمة. بدنا نقدم نحن رعاية، بدنا نقدم مساندة. طبعا هاي الأمور بنقدمها أكيد بده يكون ما في بدون تطفل. نحن بتقدمي رعاية أو مساندة للشخص، ما بده يكون في نوع من التطفل على هذا الشخص، على أزمته، على مشكلته. وقت بتقدمي الحماية أو الرعاية بدك يكون في يعني تحميهم من التعرض للمزيد من الأذى الإضافي. ممكن يكونوا بمكان غير آمن، يروحوا لمكان آمن قدر الإمكان. يعني أبسط الأنواع الحماية والهي تتقدم لهي الأشخاص. توفير الراحة للناس، إن نجعلهم يحسوا بشوية راحة، يحسوا بشوية شعور بالهدوء، يعطي شوي نوع هيك من الطمأنينة والراحة. حاجات الأساسية أكيد بدها تتلبى، يعني الغذاء والمأوى وهي الأمور. معرفة احتياجاتهم، مخاوفهم. جماعات النزوح دائما ممكن بيكون فيها هلا طبيعه نحن تكيفنا، ونحن حكينا لكل المشاكل ما بتكون نفس الشيء سلام. يعني اي شخص منا رد فعله لمشكله او لازمه ما نعم، بتكون تكون نفس مختلفة. الشخص. صح، ممكن شخص لاقي عندهم
ممكن يصير عندهم كتير المشكلة كتير عندهم كبيرة، أو هلاوس، أو حتى يفتقبوا أو ينفصلوا عن الواقع. ممكن شخص تلاقي لا نفس المشكلة بس متقبلها وبمرونة أكتر ومكيف حاله أكتر ومحافظ على قوته وإرادته أكتر. فهون تختلف، هون بصير يعني بيجي موضوع الفروق الفردية. أكيد بدنا نصغي للأشخاص، يعني طبعا من دون نحن ما نضغط عليهم إنه يحكوا. مساعدة الناس أكيد بالحصول على كل المعلومات والخدمات الموجودة ليقدروا هن يوصلوا للدعم النفسي والاجتماعي المطلوب والمناسب، واللي بيقدر يقدم لهم خدمة يعني تساعدهم بالأخير. نعم، برأيك أستاذ خالد، هل استطاعت منظمات المجتمع المدني باختلافها والمتواجدة بعددها الكبير تقديم الدعم النفسي وتوفير الرعاية الصحية النفسية لأفراد المجتمع؟ بصراحة حقيقة يعني أتكلم بكل صراحة، يعني قدمت المنظمات دعم كبير من ناحية الرعاية النفسية. يعني في عندنا خاصة في محافظة الحسكة، ويجوز كان قبل اللقاء حكيت لك. نعم. يعني محافظة الحسكة هون صارت متميزة عن باقي المحافظات، ما تلقي منطقة أو ناحية موجودة إلا فيها مستوصف فيه خدمات الصحة النفسية، أو في إذا ما تواجد مستوصف يتواجد منظمة تقدم خدمات الصحة النفسية. نعم. بالإضافة لخدمات الصحة النفسية مثل ما قالت الآنسة جاندة، كثير صارت دورات الدعم النفسي الاجتماعي، دورات الإسعاف النفسي الأولي، دورات الحماية، دورات الجي بي في. معظم دورات الدعم النفسي صارت موجودة وأخذوها تلقوها العاملين في مجال الصحة النفسية. في إنه يعني أمل شوي، يعني وجود بالإضافة للدعم النفسي وجود يعني منظمات إغاثية تشارك عملنا في مجال الرعاية النفسية. نعم. طبعا في عندنا يعني شيء بالصحة النفسية هو إدارة الحالة كثير استفادوا منها الناس، بحيث إذا ما كان متوفر الخدمة في مكان ما نحولها إلى مكان ثاني، يعني سواء موجود بالقامشي، بالحسكة، في تل براك، في تل حميس. فصارت صار عندنا شيء اسمه ربط المنظمات وربط المستوصفات مع بعضها. نعم. عدم تواجد خدمة في هذا المستوصف تتواجد في المستوصف الآخر. نعم. فهي الناحية استفادوا من الناس جميعا. نعم، لا تقل الصحة النفسية أهمية عن الصحة الجسدية. أبرز النصائح والإرشادات للحفاظ على الصحة النفسية. تمام. للحفاظ على الصحة النفسية حكينا من شوي، وحكت رفيقتنا في شيء نسويه أو نمارسه خلال حياتنا يساعدنا في الرعاية النفسية أو الصحة النفسية، منها الرياضة، التنفس. طبعا التنفس العميق هو المفيد جدا. طبعا التنفس فيه له كذا نوع، يعني يوصل 17 أو فوق 20 نوع. نعم. هناك عدة تنفسات حتى لتنفس الاسترخاء، في تنفس النشاط، حتى في يعني أنا متخصص في هذا المجال، في مجال التنفس. في تنفس يزيد من ذكاء الطفل، يزيد من وعيه. كذلك ممارسة الهوايات. وشيء أساسي عندنا بالمجال الصحة النفسية هو الاستشارة. يعني الاستشارة لابد من الاستشارة، مو شرط يكون استشاري نفسي أو أخصائي نفسي أو طبيب. محتمل استشارة أخ كبير، استشارة أب، استشارة صديق، لابد من الاستشارة. طبعا يعني للتخفيف والخلاص من المشكلة. نعم. فأحيانا حل مشكلة في كلمة. أحيانا يعني يقولون حل مشكلة في الباب الذي أغلقته. يعني أحيانا شخص يدخل إلى غرفة ويغلق الباب ويحتار من أين يطلع. نعم. يعني فأحيانا حل المشكلة في الباب الذي أغلقته، ولكن الشخص يعني إذا ما استطاع هو بنفسه يحل المشكلة يستشير أخ، صديق، مستشار نفسي، أخصائي نفسي. نعم. الموضوع عندنا هون يجوز كان عند الناس تصور أنه الاستشارة معيبة. بصراحة العيب أنه ما أستشير. نعم. ولكن الاستشارة هي عين الصواب. نعم. أستاذ خالد، وصلنا لنهاية الحلقة، لو لك كلمة أخيرة نختم فيها حلقتنا. أشكركم للاستضافة الحلوة،
والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نتمنى صحة نفسية وجسدية لكل الناس، وإن شاء الله نشوفكم بخير. وأشكرك وأشكر الأنسة جاندة. شكرا لك أستاذ خالد، وشكرا لجاندة الخليفة. وصلنا لنهاية حلقتنا الخاصة حول اليوم العالمي للصحة النفسية. لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي عبر الهاتف: جاندة الخليفة، استشارية نفسية في منظمة الهلال الأحمر الكردي، وخالد الحاج، أخصائي نفسي في مستوصف تل براك. وكل الشكر لكم مستمعينا على حسن إصغائكم. موعدنا في الأسبوع القادم، إلى اللقاء. البرنامه بسپانسریا مالا جنه لقامشلو و هیواسور آکرده. اگر پرسین و هبن هندکارن پیوندی یانجی سردانا مالا جنه و هیواسور آکرد بکن. مالا جنه قامشلو تاخا غربی لپشت مزگفتا قاسمو برانبر دبستانا زهرا. تليفون عرضية 426 184. مالا جنه لحسكي تل حجر لجورا شيرينغها العمر برانبر دبستانا عدنان المالكي كولانا جراجان. تليفون عرضي 371 115. مالا جنه لگركي لگي كولانا شرداريه برانبر دكتور خليل يدرانان لكيلكا سازي و سنديكيا جوتياران. هيفاسور آكورد نخوشخاني قامشلو لكيلكا بنقدم. موبايل 09 حيشتيك 64 58 79. نخوشخاني آگركيلگي موبايل 09 35 98 51 22.